اللي بتختاري فيها انت تبقي ده او تبقي ده. فكر ان الرساله دي بتكون فطره يعني. ايوه طبعا. المشكله في البني ادم انه بيقاوح، يعني ممكن تكون في حاجه عماله تنادي عليه، بس زي ما انا قلت من شويه حب للدنيا عمال يروح ليها الناحيه الثانيه، بس في الاخر والله بيرجع بس في ناس بترجع بعد فوات الاوان بقى، بعد ما بيكون الوقت عدى او يعني بيبقى في اخر بقى مراحله خالص. فاهمه؟ هي مرحله المراهقه دي هي المرحله اللي بيتشكل فيها بقى أيوة وعينا اللي بتختاري فيها. أيوة. لا اللي بتختاري فيها انت تبقي ده او تبقي ده. اللي هي مرحله اولى ثانوي ثانيه ثانوي اقصى حاجه. مره كنا قاعدين في الفصل، طبعا كانت مدرسه ثانوي بقى وما اقولكيش ثانوي مختلف تماما عن اعدادي، فوانا قاعده فلقيت الفصل كله عمال من الهيصه ومش عارفه ايه، فانا قاعده بحلم كده بقول يا سلام لو قمت قعدت كده كلمتهم عن ربنا وقعدت اقول لهم ربنا، والله العظيم عمري ما هنسى الموقف ده بالذات. طب ليه انا فاكراه؟ لان انا صغيره، ليه اقعد اتكلم عن ربنا او اقول ربنا او احس ان ربنا جوايا كبير؟ كنت مره برضو رايحه اصلي في جامع عمرو بن العاص ليله 27 رمضان، كان ليله القدر، وانا رايحه اصلي ليله 27 دي كان زمان ليله 27 في جامع عمرو بن العاص. محمد جبريل ده كان رهيب، كان بيعمل ضجه، فكنت اروح مش قادره اوصف لك انا كنت بتاثر ازاي، وتلاقيني في حاجه جوه بتحصل بس انا مش عارفه هو ايه ده. بابا كان ساعتها اللي هو ليه كل ده، اللي هو انت يعني لسه صغيره، انت عملتي ايه اصلا عشان كل اللي انت فيه والتفاعل اللي انت فيه؟ انا ما اعرفش.